اهلا بيكم حلقه جديده من برنامجكم تاني شويه وش ودكتوره مي نجيب. بفكركم ان حلقات سلسلتنا اللي احنا ماشيين فيها دلوقتي عن المشاعر. اتكلمنا المره اللي فاتت عن المشاعر الغير مضبوطه، اللي مش قادر اعمل عليها كنترول، وازاي ايه اسبابها، بتيجي منين ونتائجها. والنهارده هنتكلم عن الحلول. انا عندي المشكله دي، انا مشاعري غير منتظمه، او بتجيني لأي سبب من الأسباب، بتجيني نوع من الغضب الشديد اللي مش بقدر أتحكم فيه، ولا رد فعلي شديد دايما وعنيف. وممكن يصل ان انا مش بس اقول كلام حاد، ان انا اكسر حاجة، اخبط حاجة. هعمل ايه؟ لازم في الاول افكركم بان في امراض مصاحبة للحاجة دي، للعرض ده. يعني مثلا قلة الانتباه بيكون مصاحب ليها الايموشنال ديسريجوليشن، اللي هي احنا عدم التحكم في المشاعر. فدي ليها علاج دوائي. او انا مثلا شخصية حدية، الشخصيات دي بيبقى محتاجة مثلا علاج. او انا اوتستك، انا اوقات يعني اوتستك عنده توحد برضو ممكن يكون عندهم المشكلة دي. كل الحاجات دي حاجات خاصة جدا، واوقات بتبقى محتاجة علاج دوائي. لكن احنا هنتكلم عن الحلول المتاحة لحد تعرض وهو صغير لمشكلة نفسية، والمشكلة دي أدت بيه لأن هو يكون عنده emotional dysregulation، أو بابا أو ماما كان عندهم المشكلة دي، وأنا أخدتها بالتوالي. هي مش وراثة، لكن أنا أخدتها نتيجة للتربية. هعمل إيه؟ اول حاجة هعملها ان انا اقرر ان انا عندي المشكلة. مجرد اقراري بان انا عندي المشكلة دي هيخليني احل نسبة كبيرة من المشكلة. النسبة دي هتساعدني في اني احاول الاقي حلول تانية. الحاجة التانية اللي احنا عايزين نعملها ان احنا هنجيب ورقة ونكتب فيها شعوري. يعني انا عندي دلوقتي غضب شديد، عندي قلق شديد، عندي حزن شديد، عندي استياء شديد. انا مش قادرة اتحكم في الشعور ده. والحاجة التانية ان انا هفكر واطلع الافكار اللي حوالين الشعور ده. يعني انا جاني الغضب الشديد ده لما توجه لي النقد الفلاني، او لما حسيت ان انا مقصر في الموقف الفلاني. يبقى انا بكتب في ورقة الشعور نفسه، وبكتب الافكار اللي حوالين الشعور. وبعدين اسأل نفسي، هل شعوري ده موازي للحدث اللي حصل؟ هل اقدر اصلح منه قد ايه؟ يعني هدي مثال، مثلا حد وجه لي نقد، وانا هدي امثله بسيطه الحياه يوميه معاشه. حد وجهني نقد ان انا ما بسالش مثلا عليه، مع اني الواجب ان انا اسال، وانا كنت شايف نفسي ان انا مش مقصر، لكن اتفاجأت بالنقد ده. صاحب المشكله دي، صاحب مشكله عدم تنظيم المشاعر، هيواجه الموقف ده بغضب شديد وهيجان شديد، وممكن يقطع العلاقة في موقف زي ده. لكن انا قعدت مع نفسي وعندي المشكلة دي، وقعدت مع نفسي وابتديت اكتب انا قصرت، انا سألت مثلا، انا ما سألتش. طب انا اقدر اصلح المشكلة دي قد ايه؟ طب انا اقدر اعوض الشخص ده قد ايه؟ طب انا هقدر احل المشكلة دي قد ايه؟ اقدر اغير من نفسي قد ايه؟ هل شعوري بالغضب الشديد يوازي اللوم عليا او النقد اللي توجهني ان انا مثلا ما بسألش؟ يبقى انا بعمل ايه؟ بحاول ارتب رد فعلي ومشاعري مع النقد اللي توجه لي او الكلمة اللي توجهت لي. وعلى هذا الاساس انا ببتدي احط لنفسي نظام جديد في مخي، بيخليني افكر في الشعور، وافكر في اسبابه، وافكر في هل هو حقيقي ولا لا، انا اقدر اتعامل معاه ولا لا، اقدر اصلحه ولا لا. كويس؟ دي حاجة بسيطة وسهلة ونقدر كلنا نعملها لو احنا عايزين. الحاجة المهمة اللي عايزة اكلمكم فيها دلوقتي هي فكرة ان انا لو عندي الايموشنال ديسريجوليشن دي، غالبا هيطلع اولادي كده، او على الاقل حد من اولادي كده. هقدر اتعامل ازاي؟ لاني التعامل مع الموضوع ده من واحنا صغيرين هيفرق جدا مع الطفل لما يكبر.
بيجي لطفلي نوبات غضب شديد لأي سبب من أسباب، اتعرض لموقف في المدرسة أو نقد أو نقص في درجة أو حد من أصحابه قال له كلمة أو أي حاجة حصلت وسببت له، أو أنا قلت له لأ على حاجة وسببت له نوع من الغضب الشديد أو الحزن الشديد أو القلق الشديد، وابتدى مثلا يزعق قوي أو يكسر حاجة أو أي حاجة، ودي هنلاقيها في مرحلة المراهقة قوي. لازم نقعد ونفكر ونقر برضو ان انا فيا المشكلة دي وانا محتاجة انا اتصلح، علشان ابني كمان ياخدني مثالي واتصلح بس ويتصلح. بس هو محتاج مني مساعدة، ان انا لما بقعد اعمل الخطوات بتاعتي ليا انا هساعده في ان هو يعمل نفس الخطوات ليه هو، بديله طريقة تفكير جديدة عن سبب السبب. ولو مش عارف هو يوجد السبب، المفروض انا بلاحظ كويس قوي واتابع المشكلة لغاية ما اعرف السبب الحقيقي اللي بيسبب له الغضب الشديد ده او الخوف الشديد، وابتدي احكي معاه وندي افكار جديدة. هل الغضب بتاعي ده يوازي اللي حصل؟ هل انا هقدر اصلح ده ولا لا؟ هل ايه اللي حصل مثلا؟ هل المشكلة دي مش تقدر تصلح؟ هل الوضع يستاهل ده كله؟ انا لما اكبر هقدر اصلح؟ لازم برضو اقعد معاه واقول له بمنتهى الصراحة ان انا عندي المشكلة دي، واحنا نقدر نكون مع بعض في ان احنا نحل المشكلة. ده كان العلاج اللي احنا مستنيينه علشان الايموشنال ديسريجوليشن او عدم تنظيم وعدم القدرة على التحكم في المشاعر. وهنوافيكم كمان في الحلقات الجاية كتير عن المشاعر وازاي الاطفال ممكن نعلمهم ده. شكرا.